السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ ما زلنا مع شيخنا فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، وأسأل الله جل جلاله أن يتم عليه الصحة والعافية، وأن ينفع المسلمين بعلومه. وما زلنا في طرح قضية السنة وعلاقتها بحفظ الدين وعلماء السنة، حملة السنة المحدثون ودورهم في هذا. أريد أن أتطرق فضيلة الشيخ إلى قضية جزئية فرعية في هذا الموضوع، وهو عبادة هؤلاء الأئمة. الذي ينظر إلى حال الأمة في زماننا، يعني كثيرا ما يخطر هذا ببالي في الحج، و3 ملايين يحجون ويجأرون في يوم عرفة. ليس من هؤلاء رجل مستجاب الدعوة يحل الله بدعوته مغالق كثيرة؟ أقول دائما أبحث عن العباد الزهاد الذين كانت تقوم عليهم ركائز الأمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. هؤلاء العباد كانوا هم العلماء، يعني لم يفرق يوما بين العلم والعبادة، كان العلماء هم العباد. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أوتي شيئا من العلم، هو قول الحسن البصري، قال الحسن رحمه الله: من أوتي شيئا من العلم ولم يؤت مثله من الخشوع فهو مخدوع. فأين العباد في عصرنا إلى جانب العلم؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى وسلم. آله وأصحابه أجمعين. طبعا لا نستطيع أن نقول أن الأمة ليس فيها عباد، الأمة فيها عباد كثيرون وفيها علماء، لكن الإشكال مع كثرة الزخم هو الذي حجب ضوء هؤلاء. يعني الذي ينظر مثلا إلى أي بلد من البلدان وراء عدد المنحرفين أو المتبرجات أو غير الملتزمين أو المتفسخين من عرى الدين يراهم بالملايين. نعم. وبعدين هم الذين يتصدرون المشهد الإعلامي بكل أنواع مشهد الظهور نفسه. الظهور والبروز. النهاردة لما مثلا ننظر إلى تفتح الجرائد كلها ما تلاقيش غير الممثلين ولاعبي الكرة. نعم. هذا لا يعني أن الأمة ليس فيها، بس لأنهم تصدروا هذا المشهد الإعلامي ظن كثير من الناس أن الأمة ليس فيها غياب العباد. بالضبط كده، غياب العباد. لا، الأمة بحمد الله يعني تزخر بعبادها وتزخر بعلمائها بحمد الله تعالى. لكن مسألة أن يكون هناك رجل مستجاب الدعوة يكشف الله عز وجل به الضر، يعني لابد لهذه من أسباب. يعني إذا افترضنا مش الدعاء بس. طبعا. يعني أنا عايز أقول عايزين نص على هذه مهمة جدا. يعني عايز أقول مثلا لو افترضنا أننا نعلم أن عدوا سيهاجمنا، نعم، فتركنا الجبهة وجعلنا نصلي، هذا ليس من الدين. نعم. وإن كانت في صلاة. نعم. أنا عايز أقول زي ما احنا بنقول، يعني أتنزل شوية وأقول إيه مثلا: لكنها صرخات لم توافق نخوة المعتصم. يعني لما واحدة صرخت بالمعتصم، شوف العمل إيه. النهاردة مثل هذه المرأة ملايين يصرخون، لكنهم يصرخون في الهواء، صرخات لم توافق نخوة المعتصم. فأنا عايز أقول إن ممكن. شيخنا، هل ورد عليك أثر أنس رضي الله عنه أنه قال: يأتي على هذه الأمة زمان يدعو الرجل فيه للأمة فيقال له: ادع لنفسك أستجيب لك، أما الأمة فإني عليها غضبان. ما مر بك هذا الأثر؟ هو في الداء والدواء. لا، وما أظن أنه صح. أنت عارف الداء والدواء برضو يعني يحتاج إلى تنقيح. نعم. لكن عايز أقول إنه يعني برضو عشان ما نبخس الأمة حقها، لأن ده قد يعني يفهم منه بعض الناس إنه لا أمل ولا خير.
لا سيما إذا كنا نحن الذين لا أنا أقصد كما ذكرت أن الأمور تحتاج إلى الأخذ بالأسباب إلى جانب الدعاء. نعم. ليس الدعاء وحده، هو الدعاء طبعا من أقوى الأسباب، لا شك. لكن لابد أن يوافق سببا أرضيا فرضاه الله عز وجل، زي وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. لا أقول يعني أنه قد يكون هناك أوقات لا نملك إلى الدعاء، أي طبعا، لكن في أحيان أخرى بأيدينا أشياء أخرى إلى جانب الدعاء. ده اللي أنا بس أقصده حتى لا يفهم أحد الجملة خطأ يعني. نعم. أي نعم. فأنا كنت عايز أقول إحنا كنا بنتكلم عن مسألة العبادة. عايزين نماذج للعبادة عند السلف شيخنا. الذي ميز الجيل الأول نعم أنهم كانوا يتعلمون لينقلوا هذا العلم إلى الواقع. نعم. الصحابة رضي الله عنهم لا يشق لهم غبار في هذا. يعني بعض الناس، أنا قرأت بعض المقالات تقول أن هناك كان من عباد البصرة من كان أعبد من الصحابة، وهذا حقيقة. نعم. كان يقول إن من عباد البصرة نعم من كانوا أعبد من بعض الصحابة. فأنا أرد عليهم بكلام ابن عمر. نعم. والله لمقام أحدهم في الصف خير من عبادة أحدكم عمر نوح. القضية ما كانتش مش قضية عدد ركعات، زي ما أنا بقول دلوقتي عباد البصرة الذين كانوا يصعقون، كان ينكر عليهم سعيد المسيب في المدينة ويقول ائتوني بواحد من هؤلاء أجلسه على جدار وسأقرأ عليه القرآن فإن سقط فهو صادق. كان يريد أن يقول إن في ناس بيمثلوا في المسألة دي، واخد بالك؟ فالنهارده أنا لما أشوف عباد البصرة مثلا على وجه الخصوص، لأن تعرف كان مدرسة البصرة دي في العبادة كانت مدرسة متميزة يعني. لما أجي أشوف حال واحد من الصحابة رضي الله عنهم، قد تستقل عبادة الصحابة بجانب هؤلاء. مسألة مش مسألة كم كبير، المسألة الصحابة ما كان عندهم كم كبير. أنا عارف، أنا بقول لك لما نقرأ عن عبادة سيدنا عبد الله بن مسعود ومرور الرسول ابن عمر وابن عمر كمان، أو عبد الله بن عمرو سيدنا أبو بكر نفسه أو سيدنا عبد الله بن عمرو، مين طال ما طال وبعد كده لا ما فيش حد، ما حدش وصل اللي هو عمله. فلذلك كان يقوم الليل كله، ما نقدرش نقول كان يصوم الليل ويقوم النهار ويسرد الصيام لا ده وفي الآخر قال لي عندنا حديث جابر بن عبد الله في مسند الإمام أحمد. نعم. لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزاة وأخذ امرأة من نساء المشركين أسرى. وشوف الصحابي اللي كان بيقرأ سورة الكهف كان ويصاب بسهم فينزعه والسهم كنت في سورة لم أحب أن أقطعها. نعم. سبحان الله. دي بقى الحتة دي بقى بالضبط أختها يعني حصلت مع البخاري. سبحان الله العظيم. يعني خليني أنت أقول بالبخاري؟ البخاري هذا سماء. ليتني كنت غلاما أصب عليه الماء. والله ليتني كنت أحمل نعاله خلفي. الله يعني مش أصب مية ولا حاجة. لا أنت يبقى خدت البركة كلها. لا ده أنا عايز أقول، بس خليني أقول بس الحديث بتاع جابر. لأن برضو أنا وأنت عارفينه، لكن قد المشاهدون لا يعرفونه. نعم. لما الرسول صلى الله عليه وسلم غزا مع الجيش غزاة وأسر امرأة، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم فأدركهم الليل، أتى زوجهم فيعني عرسوا وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من يكلأنا، فكان عمار بن ياسر ورجل آخر من الأنصار. نعم. فلما جاء الرجل المشرك عباد ابن بشر أي نعم أحسن، عباد ابن بشر فلما جاء الرجل المشرك لم يجد امرأته، أين امرأتي؟ قالوا المسلمين أخذوها. نعم. فأقسم أن يريق في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دمها. نعم. وأخذ بقى السهم بتاعه وفضل ماشي، فوجد رجلين، وجد رجلا واقفا. نعم. لأن هو عباد بن بشر وعمار بن ياسر قال له تاخذ أول الليل ولا آخره ولا بتاع الكلام ده. المهم إن قام عباد بن بشر في الأول في فم الشعب. نعم. لما جاء المشرك ورآه واقفا قال هذا ربيئة القوم. نعم. ده اللي حارسهم. نعم. فأرسل إليه سهما، كان هو يصلي فنزع السهم ومضى في صلاته. نعم. فأرسل إليه سهما آخر فنزع. فلما خشي عباد بن بشر أن يكون هؤلاء الذين يفعلون طليعة الأعداء ودول نايمين، وإنما وقف ليكلأهم ويحرسهم مش عشان يصلي. نعم. تمام. فرأى أنه يخلص صلي يعني يركع، فلما ركع هرب المشرك. نعم. وظن أنهم سينذرون به ويجيبوه والكلام ده. فلما أيقظ عمار بن ياسر إذا بعباد بن بشر يموج دما. نعم. الرواية بتقول كده يموج دما. قال له إذا قال يعني إن جاء كذا كذا وكنت في صورة ولما لم توقظني من قال كنت في صورة فأحببت أن أتمها، كرهت أن أقطعها. أحببت أن أتمها والذي نفسي بيده
لولا أنه على المسلمين، لولا أني خشيت أن أضيع ثغرا أقامني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطعتها ولو خرج نفس. بالضبط كده.